حضرتك اهلا بيك يا فندم. وعايز اوجه لهم رساله شكر ان هم يعني وقفوا معانا لدرجه لا يمكن ان تتخيلها. يعني انا اول مره اطلع اتكلم عليهم، انا هقول ايه ولا هتكلم فيه، لكن احنا متشكرين يا كباتن ان انتوا وقفتوا معانا، متشكرين ان انتوا خايفين تيجوا بورسعيد، متشكرين ان انتوا مش عايزين تبطلوا كوره في النادي اسمه النادي المصري. واحنا بنقول لمستر كامل ابو علي، انا مش عارف اقول ايه لابني لما يكبر واقول له كان في راجل جدع اسمه كامل ابو علي وقف مع النادي المصري، لكن للاسف يعني هو راجل محق في كل ما عمل، ووقفه محترمه منه ان هو قدم استقالته، واحنا مقدرين لان ابنه توفى وعارف يعني ايه الابن ضاع. نعم. لكن يا مستر كامل بحق ما اغلى من عندك، ارجوك ارجع. مش عايزاك تصرف فلوس بقى، مش عايزين فلوسك خالص يا مستر كامل، احنا عايزاك تقف وقفه معنويه معانا عشان ابني لما يكبر اقول له كان في واحد واقف معانا جدع اسمه مستر كامل ابو علي. وعاوز اقول للعيبه اللي عند حضرتك اللي بتقولوا رساله مرعبه بتوصلوها لكل اللعيبه بتوع النادي المصري، شيلوا كفانكم على ايديكم وروحوا بورسعيد. يعني هو المصري لما هينزل درجه ثانيه مش هيلف على دمنهور والبحيره والسويس والانديه دي، هيلف وهيلعب وهنطلع ناشئين، والكباتن اللي مستر كامل ابو علي دفع فيهم الملايين وجابهم مش عايزينهم. احنا متشكرين جدا ان انتوا وقفتوا معانا، ومش هتطلعوا احسن من ديلبيرو والناس اللي وقفت مع اليوفنتوس لما نزل درجه ثانيه. احنا متشكرين جدا يا كباتن، وارجوكوا ارجوكوا ارجوكوا راجعوا نفسكم في العقود بتاعتكم، راجعوا نفسكم في العقود اللي بتاعتكم، العقود اللي انتوا خدتوا فيها ملايين وفي ناس مش لاقيه تاكل، في ناس عندنا من بورسعيد بيقفوا بالاسبوع يشتغلوا علشان يجيبوا حق التذكره اللي ب5 جنيه علشان يجيبوا. طيب في حاجه ثانيه عايز تضيفها يا استاذ جلال؟ اقطع على كده خلاص يا كابتن شويف. خلاص يا كابتن شويف. شكرا استاذ جلال.